يلا تعالوا نعمله ماسك تفتيح البشرة وشد التجاعيد، وفي نفس الوقت تفتيح يعني ليه فوائد كتير جدا. سهل وبسيط وحاجاته في البيت، مش هيكلفك 10-20 جنيه بالكتير. تمام. يلا بقى، هنا انا عايزة في الوصفة دي لبان الدكر. انا حاطه لكم بس المعلقه اللي عندي اللي باقيه. بصوا الكريم ده انا كنت عاملاه، ودي الحته اللي اتبقت يعني، فانا هعمل تاني جديد، فعشان كده حبيت اني انا اصوره لكم. بذر الكتان هاخد منه معلقتين، ولبان الدكر انا نقعاه من امبارح بالليل، بس انا بوريكم بس شكل لبان الدكر. انا واخده منه معلقتين وحطهم في كوبايه ميه دافيه ونقعاهم من قبليها بيوم. انا هضربه في الخلاط عشان تستفادي بلبان الدكر بدل ما تصفيه والباقي يترمى، وطبعا حتى لو اتبقى ننقعوه تاني لكن ما نرموهوش. تعالوا بقى، انا هنا معلقتين بذر الكتان حطيتهم في الكسرولة بتاعتي، وهحط عليهم كوباية مية. لكل معلقة بذر كتان كوباية مية، انا هحط هي كوباية واحدة بس على المعلقتين. معانا كمان مية ورد عشان تدي ريحة، ومعانا النشا بتاعنا. يعني كل حاجاتك هتبقى في البيت. انت لو هتتكلفي 10 جنيه ولا 20 جنيه بذر الكتان او لبان الدكر. وطبعا النشف موجود في كل بيت عشان بيبقى ليه استخداماته عندنا. تمام. انا هنا بعد ما غلي وبعد شوية وبقى المادة بتاعته اللزجة اهي سهلة. ما انا مش عايزة ياما، انا بس انا هعمل كمية بالمقدار بتاعي ده كله، وهحطه واحتفظ بيه في التلاجة. انا هنا حطيت لبان الدكر ومعاه بذر الكتان في الخلاط، وهضربهم في الخلاط لحد والبان الدكر يدوبوا خالص، وبعد كده هبدأ اصفيهم. حتة شاشة بقى قديمة عندك او اي شراب ممكن تستخدميه ان انتي تصفي فيه، ينزل بقى كل اللي احنا شايفينه ده. هي دي الكولاجين والبوتوكس اللي احنا عايزينه علشان يفتح البشرة ويشد التجاعيد وما يبقاش عندنا اي مشكلة. كنت عاملة بقى كوباية شاي شربتها باردة، بس يلا بينا. هنا بقى انا حطيت معلقتين نشا ممسوحين، لازم معلقة النشا تبقى ممسوحة. بقلبها الاول كويس جدا علشان الغي كل التكتلات اللي هيبقى فيها، وبعد كده هحط عليها معلقة كبيرة مية ورد او معلقتين. المية الورد بتفتح مع النشا، وفي نفس الوقت بتديكي ريحة حلوة للكريم اللي احنا بنعملوه. هنا زي ما انتوا شايفين انا ضربته في الخلاط بقى علشان التكتلات دي تتفك خالص، وهاخده كده على النار هقلبه لحد ما يبتدي هيتخن معاكي كأنك بتعملي المهلبية. هطفي عليه على طول وهسيبه يبرد، وهحطه بقى في قوالب او في علبة كريم فاضية، اي حاجة علشان تحتفظي بيه وتشيليه عندك في التلاجة. كل يوم تعملي منه ماسك مساء او الصبح زي ما انت عايزة يعني، بس هو يوميا تعمليه هيفتح البشرة ويشد التجاعيد، وحاجة كده وقائية يعني. كلها حاجات طبيعية، لا كلفنا نفسنا ولا جبنا حاجات ممكن تضرنا. كده عملنا الكريم بكل سهولة. اتمنى طبعا ان الفيديو ينفعكم ويكون مفيد ليكم، واشوفكم على خير.